مرحبا بكم في قناة دار الكتاب والسينما. جدا سعيد بلقائكم إخواني أخواتي. الكثير منكم طلب مني نختار لهم شي أفلام يتفرجوا فيهم، وأنا نزولا عند الطلب ديالكم اختارت لكم 5 ديال الأفلام بغيتكم ما تساليش هاد 2020 إلا وتكونوا تفرجتوا فيها. اهلا بكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا بغيت نقول انني الاصل ديال هذا الفيديو هذا كنت درته ب10 ديال الافلام، فاختاريت لكم 10 ديال الافلام، لكن لانني لاحظت ان بعض الافلام كيتشابهوا مع بعضياتهم، نفس القصه تقريبا، نفس الحبكه، كيتشابهوا بزاف، وهذا مشكل كبير كاين في السينما ديال دابا، ان بزاف ديال الافلام كتلقى كيتشابه، كتلقى نفس الفكره كتعاود كأن المخرجين والكتاب استنزفوا كل الافكار، ما بقاتش عندهم افكار جديده. وهذا موضوع ثاني ممكن نخصصوا له حلقه خاصه في قناه دار الكتاب والسينما. الفيلم الاول ليت هيم جو، وهاد الافلام اللي غنختار ب5 بهم كلهم ديال 2020. ليت هيم جو فيلم جميل جدا جدا جدا، فيلم قصه عائليه، قصه اجتماعيه. القصه ديال ان واحد جوج ديال الجدين عندهم واحد الحفيد، كان ديال ولدهم مات ومرته تزوجت بواحد اخر. هذاك الحفيد يعاني الامرين من واحد العائله خبيثه، عائله شريره، عائله اجراميه. والفيلم كيبين لك القصه كيفاش هاد الجدين راجل ومرته غاديين يحاولوا يعتقوا الحفيد ديالهم من الانياب والاظافر والمخالب ديال هاد الاسره الشريره. يكونوا غير واحد النهار دايزين غيشوفوا راجل ارمله ولدهم غادي يضرب الحفيد ديالهم وغادي يضرب مرت ولدهم، وهناك غيوليو يلاحظوا السلوك ديالو وغادي يمشيو يعيطوا للبوليس وغيقرروا يخرجوا الولد ديالهم، غادي يختطفوه. الفيلم مليء بالاحداث، مليء بالتشويق، مليء بالاكشن، فيه الضرب، فيه القرطاس. الفيلم زوين، فيه الاكشن، فيه شويه ديال العنف، لكن العنف الايجابي، ان هاد الاسره هذه باغا تخرج الولد ديالها من الانياب ديال ديك الاسره الظالمه الاجراميه الخطيره، لانهما غاديين يتفاجئوا بالدرجه ديال الاجرام ديال هاد الاسره هذه. الفيلم الثاني هو لوف سارة، فيلم جميل عائلي كيبين لك واحد البنت عندها حلم انها تنفذ الحلم ديال امها. شنو كان الحلم ديال امها؟ انها دير مخبزه وباتيسري، ودير مخبزه وباتيسري ناجح. غادا تمشي غادي تطلب واحد الصديق ديال العائله، وغادي تطلب جداتها تعاونها باش تنفذ الحلم ديال امها، وحلاته في نفس الحي في لندن. حلات داك المحل ديال المخبزه وباتيسري في واحد الحي في لندن، هو اصلا كان الحلم ديال امها. وفيه المثابره، وفيه الصداقه، وفيه انك ملي كتمشي عند الصديق وكتستعن به. لكن القصه الجميله ديال هذا الفيلم هذا هو جمال الروح ديال البنت اللي كانت حريصه انها تنفذ الحلم ديال امها، دير محل ديال الباتيسري وديال محل مخبزه يكون ناجح. لكن ما كانش بحال اي محلات، محل كيكتشف الافكار الجديده في الخبز، في الحلوى، شي الوان جديده، نكهات جديده ما كيديروش الناس. فيلم جميل جدا، كنصح الكل انه يشوفوا. فيلم عائلي اجتماعي كيروي القصه ديال تحقيق الحلم، وفيه حتى الاخلاص، ان هاد البنت هذه مخلصه لما، مخلصه الحلم ديال امها، الحب ديالها لما خلاها تنفذ الحلم ديال الام ديالها بعد الممات ديالها، بعد الوفاه ديالها، انها تدير محل يكون ناجح ويكون محل متميز. كنصحكم بزاف تشوفوا هذا الفيلم هذا، لاف سارة، فيلم جميل جدا. الفيلم ديال جرينلاند النجم الكبير جيرالد باتلر. شنو هي القصه ديال هذا الفيلم هذا؟ ان كاين واحد النيزك كبير غيجي غيضرب الارض، وكاين النيازك الصغار جات هي الاولى، لكن غيجي النيزك المدمر غادي يضرب الارض. شحال مره كنشوفوا في الاخبار وفي التلفزه ان راح الارض قرب لها واحد النيزك وانه غادي يدوز وان احتمال يضرب، لكن عمره ما كطرا هذه الكارثه. في هذا الفيلم هذا الكارثه غادا تطرا من طبيعه الحال على الشاشات ديال السينما. وفي هذا الفيلم هذا كيبين كيفاش الانسان كيتحول الى حيوان، كيفاش الانسان ديك غريزه البقاء وداك الانانيه ديالو والبقاء للاقوى، وكيتحول الانسان الى وحش ملي كتكون الظروف خطيره، الظروف اللي كتهدد الحياه ديالو، كتهدد البقاء ديالو، كتهدد السلامه ديال الاسره ديالو. حتى واحد ما كيبقى يعقل على حتى شي واحد، وكل واحد رافع رايه وشعار انا وبعدي الطوفان.
كتشوف الانسان انه ما كيبقاش انسان، كيولي وحش، كيولي باغي غير هو اللي يبقى ممكن يغرق الناس كلهم باش يطلع لفوق ويتنفس الاكسجين ويبقى على قيد الحياه. فيلم جميل جدا. المؤثرات الصوتيه كتساعد بزاف الفيلم، كتجعل الصوره واقعيه، كتشوف النيازك كتضرب الارض وكتشوف دوك النيازك الكبيره اللي كتضرب الارض وكيكون عندها وقع الانفجار النووي. كتذكرك بناغازاكي، كتذكرك بهيروشيما، كتذكرك بالقنبله النوويه. ولكن اكثر من هذا كتذكرك بان الطبيعه اعظم من اي قنبله. كيذكرك بان كاينين نيازك بحجم الكواكب غيضرب الارض وعنده قوه تدميريه ديال ماشي غير يدمر الارض، يدمر 1000 كوكب اخر بحال الارض. فالفيلم كيذكرك بان الطبيعه ماشي زعما غير واحد القوه اللي تثق فيها واللي تنعسنا. الطبيعه احيانا كتغدر، الطبيعه كتقد تكون هي سبب فناء البشريه. وهذا الفيلم هذا كيذكر بهذا السيناريو هذا، ان هذه ملايين السنين هذه الارض هذه تسببات الطبيعه في الفناء وافناء كل الكائنات اللي كانوا على كوكب الارض. الفيلم جميل وكيذكرنا بهذه المساله هذه، اننا نكون مستعدين للكوارث الطبيعيه. في الارض كنجربوا الكوارث الطبيعيه، كنعرفوا الزلزال، كنعرفوا الفيضان، كنعرفوا التسونامي، لكن النيزك الكبير الضخم المدمر عمر الارض ما جربته. وفي هذا الفيلم هذا غادي نجربه، والحمد لله اننا كنجربوه فقط في الشاشه الكبيره. فيلم اللون جميل جدا. واحد المراه مات لها رجلها، كتقرر تشد الطريق وتسافر، ولكن كتلاحظ بان كاين واحد الراجل، واحد المجنون، واحد المهموز غير تابعها. كتوقف في البومبا د ليسونس كتلقاه موراها، كتمشي تسوق كتلقاه موراها، غادا تتصل بالبوليس، غتحاول تهرب منه، لكن غادي ينجح في انه غادي يختطفها وغيحطها في واحد الكوخ بعيد عنده وسط الغابه وسط الخلا. الفيلم في الحقيقه ما كيبدا حتى كتهرب. هاد المراه هذه غادا تتمكن من الهروب من هذا الانسان المهووس، هذا المجرم، هذا المختطف. لكن هنا كتبدا الاحداث ديال الفيلم. والجمال ديال هذا الفيلم كاين جوج ديال الشخصيات، المختطف والمختطفه، يعني المجرم والضحيه. وفي الحقيقه الكاتب ديال السيناريو كاتب عبقري، لانك جوج ديال الناس كدير بهم احداث وكدير بهم تشويق وكدير دراما ومغامره وهروب، واحد الانسانه مسكينه معزوله بريئه، الحياه ديالها مهدده، فانت كتفرج ومخلوع عليها وخايفه شنو غيطرى ليها. فيلم جميل جدا، فيه الكثير من التشويق، الكثير من المغامره. هي هاربه والكاميرا تابعها، هو كيقلب عليها، ولحظات انت كمشاهد غتولي تعيش مع ديك اللحظات ومع الدراما، وغتولي القلب ديالك على ديك البنت مخلوع عليها وخايف عليها وكتمناها تهرب وباغيه تهرب منه. الفيلم جميل جدا، فيه بزاف ديال التشويق، رغم ان كاينين غير جوج ديال الشخصيات والحوار بين جوج ديال الناس والاحداث بين جوج ديال الناس، لكن الفيلم نجح في انه يصور ديك اللحظات، يصور الحقيقه ويصور الخوف ديال ديك المراه، كلها كترعد وكلها خوف، ما باغاش تموت، وحنا كنا فينا غريزه البقاء. الواحد كيدير المستحيل باش يكون يبقى حي وباش ما يكونش ضحيه لاي مجرم، ولكن غادا تحول في الاخر لحاجه اخرى. وما غاديش نقول لكم النهايه ديال الفيلم، لكن بغيتكم تستمتعوا به. فيلم جميل ويستحق المشاهده. اخر فيلم هو انست ثيف، السارق الامين، وهذا بالنسبه لي انا احسن فيلم ديال الاكشن واحسن فيلم ديال المغامره وديال شي شويه ديال العنف في هذه السنه ديال 2020. القصه شنو هي؟ ان واحد السارق محترف ديال البنكه ضرب 12 بنكه في 7 ديال الولايات وعمره ما تشد، وجمع اكثر من 9 ديال المليون ديال الدولار. لكن غادي يطرى ليه واحد الحدث في حياته، غيتعرف على واحد المراه غتولي كتحبو، غيولي كيحبها، غادي يقرر يعيش معها البقيه ديال الحياه ديالو. لكن عنده مشكل في حياته، انه شفار، انه سارق محترف، انه كيضرب لي بنك وعمره ما تشد. فهو قرر يعترف لها، يقول لها شكون هو، لكن في نفس الوقت بغى يطهر الماضي ديالو. اشنو دار؟ غادي يتصل بالبوليس الفيدرالي الاف بي اي، غيقول لهم شوفوا غنرجع لكم الفلوس كلها اللي سرقت، ما عندي ما ندير بها، على اساس تعطيوني حكم مخفف وتعطيوني فرصه نعيش حياه ديالي بشكل طبيعي بحالي كايها الناس. الاف بي اي غادا توافق، واحد المسؤول ديال الاف بي اي غادي يوافق، لكن غيصيفط ليه واحد جوج يمشيو لعنده يجيبوا الفلوس ويجيبوا حتى هو ويهضروا معاه. هما ما كانوش واثقين، حتى واحد ما كيدير هذه،
عندك اكثر من 9 مليون دولار بغيتي ترد الفلوس. فداك المسؤول ديال الاف بي اي صيفط دوك الجوج وقال سيروا شوفوا هضروا معاه احتمال يكون حمق. فهما جايين يشوفوه عند بالهم يلقاو حمق، ما كاين لا فلوس لا حتى شي حاجه، غير مضيع عليهم وقتهم. هادوك الجوج غادي يلقاو كميه كبيره ديال الفلوس، ملايين الدولارات قدامهم، غيقرروا يقتلوه وياخذوا الفلوس ويقولوا هذا راه مجرم. لكن ما غاديش يقدروا يقتلوه. علاش؟ لان البطل ديال هذا الفيلم هذا عسكري سابق وعنده تجربه كبيره في القوات الخاصه، واكثر من هذا كان متخصص في صناعه المتفجرات، وغادي يحول الحياه ديال دوك العاملين ديال الاف بي اي الى جحيم، لانهم ما كانوش كيعرفوا معاه ما كيتعاملوا، غير مشاو عنده قرروا يسرقوه، لكن ما عارفينش مع شكون هو هذا الراجل هذا، ما كيعرفوش الماضي ديالو، وغادي يكتشفوا العجب العجاب وغادي يفاجئهم شكون هو. وفي الاخر النهايه جميله. ما غاديش نقول كل شيء، لكن بغيتكم تفرجوا فيه. فانا كنعتبره احسن فيلم ديال المغامره وديال الاكشن في سنه 2020. كانت هذه 5 ديال الافلام اختاريتها لكم، كنتمنى انكم تشوفوها وارجو انكم تستمتعوا بها. افلام كلها ممتازه، فكنتمنى لكم فرجه ممتعه، والى الحلقه القادمه من حلقات قناه دار الكتاب والسينما.